السلام عليكم. لو وصلتوا لحد هنا تعالوا نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونشوف النهاردة عملنا زيت حبة البركة في البيت. طبعا طبيعي ونقي 100%. جبنا زيت زيتون، بس أنصحكم الزيت الزيتون ده أنا جربته مش قد كده، فانتوا جيبوا زيت زيتون يكون المصدر بتاعه صحيح 100%. ونجيب حبة البركة ونطحنها في الخلاط ونضيفها على زيت الزيتون، ونقعد مثلا لمدة شهر أو أكتر، بيكون في مكان مظلم. وكمان نجيب قماشة سمرة زي ما احنا شفنا كده، ونمسك ازازة زيت الزيتون بحبة البركة ونحطها في مكان مظلم لمدة شهر او اكتر من شهر. يبقى احنا كده عملنا زيت حبة البركة في البيت، ونقي وطبيعي 100%. فاحنا زيت حبة البركة ده بيعمل ايه في الجسم او بيفيد الجسم بايه؟ فيه فيتامين سي عالي جدا، وكمان حديد ومغنيسيوم، وكمان فيتامين ألف بس بسيط طبعا. وفي مضاد رائع للسرطان، بيفتت الخلايا السرطانية، وكمان علاج لمرضى السكر، بينشط خلايا البيتا. يعني خلايا البيتا يعني اللي بتعمل أنسولين في الجسم. وكمان حبة أو زيت حبة البركة في مضاد أكسدة. يعني ايه مضاد أكسدة؟ يعني بتشيل كل الالتهابات الموجودة في الجسم، وكل ده بيروح مادام في مضاد أكسدة قوي جدا في الجسم، وبيخلي البشرة نضرة جدا. وادي شكل الزيت بعد ما عملناه في البيت. يبقى احنا كده ضمنا ان الزيت يكون 100% حبة البركة. بصراحة ازازة الزيت دي جبتها كانت زيت الزيتون طبعا زي ما انتم شايفين القراءة مكتوب عليها. الزيت بتاعها رائع جدا، ولكن الازازه الصغيره الزيت الزيتون اللي فيها مش قد كده، ما عجبنيش قد الازازه اللي هي الكبيره اللي احنا شايفينها دي. الزيت الزيتون اللي فيها رائع جدا. او تروحوا لاي معصره بتعصر الزيتون، هتلاقوا عندهم زيت زيتون طبيعي 100%. فإن شاء الله كل المعلومات اللي أنا قلتها دي من مصدر موثوق فيه. يعني سألت طبعا أهل العلم فهم دلوني على كل اللي أنا بقوله ده. ونستعمله إزاي؟ نجيب كوباية مية تكون دافية الصبح، ونحط عليها معلقة من زيت حبة البركة، أو نحطها على على السلطات. وما تنسوش تقولوا بسم الله الشافي العافي، لأن هو طبعا اللي هيشفينا. مع السلامة.